عندك دقيق وشوية مية، قومي بسرعة ورايا واعملي المشبك الرهيب ده. شايفين شكله وجماله وقرمشته؟ اكيد انتوا حاسين بالتقرمشة الخطيرة اللي فيه. شوفوا شكله جميل قد ايه وسهل جدا. كوبايتين ونص دقيق وشوية مية هتطلعي الجمال ده كله. في البداية خالص تقولي بسم الله وعلى طول كده اهو جهزي الشربات. 3 كوبايات من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، والمية تكون من الحنفية، عليهم 3 معالق مليانين من عسل الجلوكوز. لو مش متوفر عندك عسل جلوكوز حطي 3 معالق كبار من العسل الابيض. ادي 3 معالق كده هم العسل الجلوكوز، هننزل بيهم في الشربات ونديله تقليبه خفيفه. وبعد كده عصره نص ليمونه، والليمونه عندي كانت كبيره شويه. هرفعهم على نار وسط لمده من 12 ل 13 دقيقه، مش اكتر من كده. هاتي معلقه صغيره من الخميره الفوريه وحطي عليهم معلقتين كبار من الدقيق مليانين، وعليهم كوبايتين من الميه، والميه عاديه من الحنفيه لو احنا في الصيف، واحنا دلوقتي في الصيف طبعا. وتقلبيهم كويس جدا. اول ما الخميره تدوب كده اهو وتختفي تماما، ابداي على طول غطي عليها لمده 10 دقائق. الشربات اهو حطيت له رشتين من الفانيليا. القوام اصلا تقيل من قبل ما يبرد، لما يبرد هيتقل اكتر. هنا بقى بعد 10 دقايق ولا ربع ساعة تدي للخليط الحلو اللي احنا عملناه بتاع عجينة المشبك كده اهو تقليفة حلوة. وبعد كده انزلي بكوبايتين وربع من الدقيق، اي دقيق متعدد الاستخدامات ينفع. عليهم رشة ملح صغيرة، وقولي بسم الله بقى كده اهو، وابداي قلبي تقلبتين حلوين جدا. اول ما الدقيق يبدأ يختفي تماما معاكي بالشكل اللي انت شايفاه، حطي 3 معالق هرميين مليانين من النشا بالشكل ده. ذكر النهاردة: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طول الفيديو بعد الفيديو افضلي قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصوا القوام، لازم القوام يكون خفيف بالشكل ده. هيكون جنبيكي نص كوباية مية، تنزلي كده اهو معلقة كبيرة بمعلقة كبيرة. انا استخدمت بالظبط كوبايتين وربع من المية. في البداية خالص كوبايتين مية، وهنا دلوقتي الربع كوباية من المية، ومية عادية جدا من الحنفية. قولي بسم الله وابداي قلبي كويس جدا لحد ما الدقيق والنشا يختفوا والقوام يكون بالشكل ده. لو ما طلعتش العجينه بالشكل اللي انتي شفتيه، زودي لها معلقتين ميه كمان. سبتها لمده يعني من نص ساعه لساعه الا ربع تختمر، ما تسيبهاش تختمر بزياده قوي. وبعد كده اديها تقلبتين حلوين كده لحد ما القوام يكون مظبوط معاك. كيس تلاجة، كيس حلواني، وابدأي دخلي الكيس الحلو بتاعك في اي كوباية وفي اي مج كبير، وقولي بسم الله وصبي الخليط الحلو ده او جزء جزء كده اهو في الكيس بتاعك. ابدأي بقى ابرمي الكيس واقفليه كويس جدا. وانتي بتقفلي الكيس وانتي واقفة تعملي المسبك الحلو ده، ما تنسيش تقولي ذكر النهارده: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنبدأ بقى نعمل فتحة صغيرة في الكيس ده، وعلى النار وسط، والزيت ما يكونش غزير بزياده. هنبدا ان هو لما يسخن وما يسخنش بزياده قوي يعني، تبداي بقى تعملي خطوط المشبك زي ما انت شفتي بطرف سكينه او بخله شيش طاووق. هنبدا ان احنا نرفعها كده، ونبدا ان احنا نقلبها. اول درجات الذهبي ياخد بس اول درجه من درجات الذهبي، وابداي على طول طلعيه. طيب احنا استخدمنا في ايه؟ طبعا احنا ما استخدمناش كادر ولا حاجه عشان نعمل شكل الدايره الحلو ده. اصغر طاسه عندك هي دي اللي تستخدميها. وادي بقى الشربات، بصوا ما شاء الله اللهم بارك الشربات تقيل ازاي. هنبدأ نحطه في الشربات يعني تقريبا كل قرص مشبك من 3 ل 4 دقايق علشان يمتص كويس جدا. اول ما انت تقليه كده، واول ما يبدأ ان هو يثبت كده معاكي والقرص يبقى ناشف كده الى حد ما، هنقول بسم الله وتقلبيه على طول للجنب التاني. متخليهوش يغمق اكتر من كده. ولو انت افتكرتي في بداية الفيديو انا ما حطيتش سكر لعجينة الخميرة، ما حطيتش سكر مع الخميرة عشان ما تغمقليش المشبك. بصوا والله يا جماعة ما خد معايا يعني في عمايله كلها نص ساعة بالكتير قوي. وهتطلعي 4 ولا 5 مشبكات تاكلوهم كده وانتوا قاعدين، وبيكون طعمه خرافي. لازم الشربات يبقى بارد جدا، والمشبك الحلو ده يبقى سخن جدا، ويقعد المشبك في الشربات لمدة 3 4 دقايق. ما تنسيش اللايك لو عجبك الفيديو.